دكتور حقرا حديث في صحيح مسلم نفس هذا الموضوع، بس لا تقول لي طعنت وسبيت وتنزلني. حديث في مسلم لا ما انت مش تتعب، حديث في مسلم. اخوان يقولون الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها النبي جاهد الكفار والمشركين واغلظ عليهم. ماشي المهم مش يكون في دعم بالاعراض يا حسين، يعني لا مو اعراض، لا اعوذ بالله، بس اعوذ بالله. نشوف هل رسول الله اغلظ على مرأة من ذني المرأتان، ما راح اذكر اسمها دكتور احتراما اليك. اخوان الحديث في صحيح مسلم 974 واخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. عن المرأة قالت، تعرف المرأة من يده، عن المرأة قالت لما كانت ليلتي التي هو عندي، تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انقلب ووضع نعليه عند رجليه ووضع رداءه على فراشه، فلم يلبث إلا ظن إني قد رقدت، فانتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في أثره حتى جاء البقيع. النبي يزور قبور. حتى جاء البقيع فرفع يديه 3 مرات فأطال القيام، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فسبقته فدخلت. فقال ما لك يا فلانة، ما لك يا فلانة؟ قالت لا شيء. قال لتخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير. كذبت على النبي والنبي هددها بالوحي. قال لها تخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير. قلت بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر فقال أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت بلى. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ضربها للمرأة. إذن النبي أغلظ على المنافقين وضربهم. الحديث في مسلم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال أظننت إن الله ورسوله قد يخفى عنك؟ قلت بأبي أنت وأمي. فقلت يا رسول الله مهما يكتم الناس فقد يعلمه الله. تسأل النبي تقول له هاي الناس من مسولف الله يدري لو ما يدري. كان من يدري حسان أبو المولدة؟ قال نعم. سؤالي لك، ما هو الغلظ على المنافقين؟ فقط بالسيف القتال؟ شوف أخي الكريم دكتور الله يبارك بيك، السلام عليكم. يا أيها النبي جاهد الكفار. الجهاد ليس فقط بالسيف. اليوم الإنسان إذا يتكلم بلسانه. حسام خلنا أكمل استدلالي، خلنا أكمل اكتب، خلنا أكمل، خلنا أكمل. دكتور الجهاد أنا اليوم من أريد أجاهد في سبيل الله مو فقط إلا أروح أقاتل. أنا أقدر أجاهد في سبيل الله بلساني، أقدر أجاهد في سبيل الله بيدي. يعني رسول الله من الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار المغضين واغلظ عليهم. يعني فقط النبي يقتل. زين عندكم في صحيح مسلم. العفو مو في مسلم الآن. اي اعطيني وقت حتى اعطيك وقت. الله يبارك بك. لحظة بس انا لي بس ثانية وحاسبك يا صوت. دكتور الله يبارك بك. خلاص دكتور انا بروح اصلي العصر وارجع. هي كلها قام تصلي هسه. بس لا مجال اعطيك انت اللي حترد عليه. انت اللي حترد عليه. هو يرد عليه. ما ترد عليه. الصوت حبيبي. الصوت حبيبي. الصوت حبيبي. لا استنى. أصحاب العقبة. اسمعني الصوت حبيبي. أصحاب العقبة يا أخي خل أعطيك إلزامي هسه. لو ساكت الله سيبك. خلنا في أصحاب العقبة. إحنا في السيدة عائشة. هم ذول المنافقين. بس انطيني مجال خل أعطيه إلزامي. أصحاب العقبة الذي أرادوا قتل رسول الله. وحذيفة قال إلى رسول الله لماذا لم تقوم الحد على هؤلاء؟ قال رسول الله حتى لا تقول الناس محمد يقتل أصحابه. سؤال يا الصوت، هل محمد السني طبق هذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمشركين واغلظ عليهم؟ لماذا لم يقتل أصحاب العقبة المنافقين الذي أرادوا قتله في غزوة تبوك؟ يلا حلوها. سبحان الله. يعني انت موجود سيف داخلت. يعني انت يا حسين عايز النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجاهد زوجاته، يمسك لهم السيف ويموتهم؟
هو مو يقول النبي ليش يبتغي مرضات منافقات؟ اول ما شيء الذنب الذي دكتور ارتكبته؟ ما الذنب الذي شوف ارتكبته دكتور، السيدة عائشة عندما تتتبع زوجها عشان تشوف رايح فين؟ ايه الذنب لا اللي ارتكبته؟ لا عاد اتفضل. هل النبي من ضربها ضربه بصدرها بوكس ما ادري ضربها ضربه قويه كانت لله انا رضا او بسألك معصيه بقول من لك ما النبي؟ الذنب الذي ارتكبته حتى يضربها رسول الله؟ هنا رسول هو الله سأل النبي ظلمها. يقول له ليش ضربتها؟ هو النبي في صحيح هنا مسلم رسول الله كان ضربها. قاسي على مراته، والان والله انت ما تطعن ادري، في حاكي رسول مسلم الله. بن الحجاج، مسلم بن الحجاج نقل هذا الحديث دكتور محمد، وقال ذنبها النبي ضرب خروجها عائشه من البيت بصدرها. بغير اذن زوجها، بغير اذن رسول الله. ازاي تستاذن منه؟ ازاي ده؟ هي استنى يا حسين، حط ميوت يا حسين. ده انت ما انتش واخد بالك من الروايه يا سيف، خليك منصف. هي اصلا بتشوفه رايح فين، تستاذن منه تعرفه ده انا مشي يعني هذا تجسس. حود يمين حودت يمين، حود شمال هي بتشوف رايح فين، لانه تحرك. اسمعني يا سيف. هو كان تصرفه مريب بالنسبه لها. سيف اذا تسمح لي دكتور ثواني سيف. لا انا بتكلم. هو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كان مريبا بالنسبه للسيده. انا سبتك براحتك يا حسين، انت بتشوش عليه. لا كمل براحتك، اسمعك انا بس قلت لسيف انا ردد على الدكتور. تصرف النبي ارخص من سيف. تصرف النبي كزوج وهي كزوجه مريب. هو كزوج قام في ميعاد مش ميعاده في اخر الليل، وبصت لقيته بدور على مداسه وفتح الباب بشويش، هي نفسها بتقول السحب من جنبي، والسحب من جنبها وطلع. فهي شكت كزوجه، تشوف زوجها رايح فين، يمكن رايح لزوجة أخرى من زوجاته في ليلتها، وده حق من حقوقها، وهي كامرأة بتغير. فمشيت وراه تشوف رايح فين. أصل السيف بتقول ما يعني كان ما استأذنته. حود يمين حودت يمين، مشي شمال مشيت شمال، بتشوف رايح فين. فبتتعجب، بصت لقيته دخل التراب. دخل التراب المقابر. خلاص هي كده اطمأنت ان هو رايح دكتور خلى جاوبك مو اكثر من دقيقه، مو اكثر من دقيقه. انا ما كملتش الزامي. فلهداها لهدة في صدرها. هنا السؤال: ما ذنب السيدة عائشة المسكينة حتى يلهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدرها لهدة توجعها، وما زالت توجعها حتى ماتت؟ تفضل. الزام حلو. شوف دكتور، اول شيء ما حكم المرأة بالإسلام الذي تخرج من بيتها بدون علم زوجها؟ تنعلها الملائكة. خرجت من بيتها بدون علم النبي بالليل. هاي أول نقطة. ما حكم من يكذب على رسول الله متعمد؟ في صحيح مسلم الحديث رقم 3. اسمع كل أنا ما قاطعت دكتور، ما قاطعت. أنا ما قاطعت. لا ما أنت ما تتكلمش إلا في الرواية. لا تتكلم إلا في الرواية. أنا ما قاطعت. هي بالرواية نفسها. كذبت عليك. هي ماشي بالرواية نفسها. حلو، خلينا بالرواية نفسها. أين الكذب أو الصدق في الرواية؟ أين الكذب أو الصدق؟ خلينا بالرواية ما كلمهاش أصلا. وما دكتور كلمهاش. خلينا بالرواية ما يخالف. طيب. دكتور الرواية راح أقرأ لك إياها حرف حرف وحتى تفهمها. لا أنت قرأتها خلاص، حلو. وأنا بستوعبها. أنا عندي إلزامين بالرواية، عندي 3 إلزامات بالرواية. الإلزام الأول: لماذا رسول الله تقول فلما دخل قال ما لك يا عائشة حشيا ريبا؟ شبي نفسك يسعد وينزل؟ لأن هي كانت تركض بالشارع والنبي يركض، والإنسان من يركض مبين تعبان يلهث، بلهجتنا العراقيين نقول يلهث. هنا طبعا مع احترامات رموزك أنت سني، هنا كذبت على النبي، ما قالت له أنت طلعت وأنا أركض وراك، قالت له لا شيء، كل شيء ما بيه. النبي بمن هددها؟ هددها بالوحي، قال لها تخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير. ما حكم من يكذب على رسول الله يا دكتور متعمد؟ هاي أول نقطة. النقطة الثانية: هو النبي ليش ضربها؟ لأن كذبت على النبي، ما قالت له للنبي أنت طلعت واني أركض وراك بالشارع وأنت ما تدري. يعني أنا اليوم من أجل زوجتي، أنا إنسان لو عندي زوجة مثلا، وأطب زوجتي ألقاها تلهث، شبيك؟ تقول لي كل شيء ما بيه. أنا كعقلا ونظر بعيوني اكو شيء زين. هي اذا تقول لي كل شيء ما بيه وانا اهددها مثلا، اقولها انا قالوا لي انت بفلان مكان كنتي، هنا كذبت علي ام ما كذبت؟ كذبت علي. رسول الله ضربها لان كذبت عن النبي، فلهدني في صدري لهدة اوجعتني. يا دكتور الله يبارك فيك، احنا ما نظل نحرف بالنصوص. خلصت.
حديث خلصت؟ واضح. احسان انت ما سمعت هي كلام كذبت سيد على عبد النبي حسين. متعمده. استنى يا ابو حسام، خلصت؟ حط ميوت. نعم، ما حكم من ها؟ يكذب على رسول الله متعمد. طب حط ميوت يا حبيبي، حط ميوت، حط ميوت يا حبيبي. يلا. ولا لا اله الا الله، الروايه ما فيهاش اي شيء. واذا كان هناك ظلم فهو الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ظلم السيده عائشه، والذي جعل، وهو السبب الذي تسبب في الناس تربت في امره كزوجه. هو في ميعاد غريب في اخر الليل السحب من جنبها وهو نايم جنبها، السحب ودور على مداسه وقعد يتخمش لما طلع، فهي استرابت كزوجة بتشوف رايح فين، وراحت ومشيت وراه وتأكدت ان هو عادي رايح يزور المقابر. دكتور يعني رسول الله كونه ظالم؟ بيسألها، كونه بيسألها عافر بالله وادي عليك ظالم. دكتور، النبي ظالم بالله هذه عليك رواية انا ظالم. هسه اطلع يا هذا رأي دكتور. رواية أصلا. يا دكتور هو ما قال ان الله غفور رحيم، الله غفر في عائشه هذه، رضي الله استنى يا عنها. حسام، استنى يا ابو حسام، استنى يا ابو حسام. اذا كانت هذه الروايه صحيحه انا انكر الروايه اصلا، لكن انا لو روايه صح. في مسلم، انت رواية في بتقاطعني ليه يا مسلم. حسين؟ انت بتقاطعني ليه يا حسين؟ الروايه في انت مسلم. بتقاطعني ليه؟ يعني طب انا عارف انها في مسلم يا حسين، انت بتقاطعني ليه؟ هو يعني مسلم ده قران؟ الان احكي هذه القصه لاي واحد منصف وقول له واحد نام جنب مراته والسحب في اخر الليل، السحب، واقرا الروايه وشوف ازاي فمراته استرابت فمشيت وراه. يعني من ماذا استرابت؟ فانت رايح فين؟ دكتور ايه وحده الاشكال؟ واحدة. من ماذا استرابت؟ الآن أنا إشكالي لماذا ضربها ولهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدة ظلت توجعها حتى ماتت؟ هل هذا ظلم ولا مش ظلم؟ لا هذا أن مو يضرب الرجل، اسمعني بس يا سيف، اسمعني بس يا سيف. دكتور احنا دكتور لماذا يضرب الزوج زوجته ضرب مبرح؟ اسمعني يا سيف، هل تقبل على نبيك يا سيف، هل تقبل على نبيك انه يكون ظالم لزوجاته ويضرب زوجته ضربة في صدرها حتى توجعها حتى ماتت؟ هل تقبل هذا على رسولك؟ تفضل. اولا دكتور، اولا رسول الله ليس بظالم، هاي واحد، هاي اول وحده. النبي ليس بظالم. الذي اساء الادب مع رسول الله هي عائشه، والذي يسيء الادب مع رسول الله يستحق ليس فقط الضرب بل يستحق الطرد من رحمه الله، لان الله سبحانه وتعالى يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي رؤوف رحيم ليس بظالم. هاي وحده. القضيه الثانيه تبتغي مرضاتهم يا سيف، ايش فيك غيرت كلامك؟ ايش فيك غيرت كلامك؟ ابتغى مرضاتهم يا رجل، منكم يفتح مايك ويدافع. ابتغت مرضاتهم. بابا اكتم، كنت ما دكتور لا طيح حظه والله العظيم. ابتغى مرضاتهم، مو قلت يبتغي مرضاتهم بوحي؟ اكتم. طب سيبوا بس يبتغي مرضاتهم بوحي. دي موضوع ثاني يا ابو حسام، دي موضوع ثاني يا ابو حسام. اولا اساءت الادب هي ويا النبي، لانها بخروجها خلف رسول الله شكت بان رسول الله على علاقات منحرفه، لانها شكت برسول الله. عطواني هو اكتم يا بجل الكلام هذا. لا انزع النعال على راسك والله العظيم. يا العطواني النعال على راسك. اكتم ادب. يا انت تقول قبل شوي من يصير يم النبي ما بيكم رجال يفتح المايك